صباح الخير. موضوع بخصوص الصحفية ديما صادق والقرار اللي طلع بحقها بسبب الدعوة المقدمة من جبران باسيل ضدها، وصدر بحقها حكم لمدة سنة. أنا ما بشمت بحدا، وما بحياتي شمتت بحدا، ولا بحياتي رح أشمت بحدا. بس كارما is we know that كلياتنا بالبلد نعرف انه شو ما بنعمل بده يرجع يجي لعنا. بقينا شهرين عم تتحفونا على التواصل الاجتماعي وعلى المحطات بالتقاطع مع جبران باسيل كرمال رئاسة الجمهورية. نحن لا بدنا قوة 8 اذار ولا بدنا قوة 14 اذار. كثوار نزلنا نقول كلهم يعني كلهم. نواب التغييريين اللي صوتوا بكره الكم كمان نصيب حيكون، والاحزاب السياسيه اللي شاركت بالتقاطع كمان حيكون الكم نصيب. يعني شخص جربتوه وترجعوا تجربوه مرة ثانية وتتوقعوا منه نتيجة ثانية، بتبقوا انتوا العاطلين. من هو العاطل؟ على القليل هو معروف موقفه، رأيه، تقلباته، مصالحه، كيف بيشتغل. الزلمة صار زعيم المعارضة، وانتوا بعدكم هلا صرتوا بدكم تطلعوا كمع حرية الرأي وما حكى مع حرية الرأي. طب لما انقطعتوا معه ما كان في كمع لحرية الرأي؟ ولا لا؟ كل مرة على ذوقكم ولا بحسب الأجندات كيف بتمشيكم. على كل حال أنا متعاطف معك، وإن شاء الله ما بيتنفذ هالقرار، بس إن شاء الله تكوني تعلمت الدرس أنت وغيرك بالتقاطع مع هيك أحزاب ومع هيك أشخاص. لما نقول كلهم يعني كلهم، ما تخلينا نبلش نقول وأنتم منهم. وشكرا.